وصفة الكروكي اللي كل ما نديرها يطلبوا مني نعاودها مرة ثانية. وصفة سهلة اقتصادية وتقطع كمية كبيرة بمذاق بسم الله ما شاء الله. ضفت له 2 مكونات زادوا له بنة وخفة وهشاشة والذوق ولا أروع. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. يلقاكم الفيديو في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تعجبكم. قبل ما نبدأ لا فيديو صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. نتمنى تدعموني في هذا الفيديو، تبارطاجيوه مع الأحباب والأصدقاء، تخلوا لي هذاك الجيم، وإذا أول مرة شفتوا قناتي فعلوا الجرس واشتركوا فيها حتى توصلكم كامل الوصفات السهلة والاقتصادية. ونبدأ على بركة الله بطريقة التحضير. أنا خياتي عندي كيلة بيض، يعني الكيلة اللي حبيتوها ابدأوا بيها وكملوا بيها كامل المكونات. أنا خياتي عندي كيلة بيض، جتني 4 حبات بيض. نحيت الصفار بيضة، يعني هنا درت 3 حبات بيض كاملين وبياض بيضة، والصفار نحتفظ به للتزيين. راح نديروا عليه رشة من الملح وكاس إلا ربع من سكر حبيبات. راح نخلط جيدا المكونات بهذه الطريقة، يعني ماشي ضروري حتى يذوب السكر. كمرحلة أولى راح نخلط مليح، بعدها راح نبدأ نضيف الزيت بالتدريج. راح نديرو كيلة كاملة ونضيفوها على دفعات، وفي نفس الوقت رانا نخلطو. هنا خياتي تقدروا تستعملوا الفويت، تقدروا تستعملوا الباتر، لكن انا المرة هذه جبتها لكم بطريقة اللي تخلي لكم الكروكي تاعكم فيه واحد الخفة ما شاء الله. وذوك كملوا الفيديو راح تعرفوا الاستوس اللي راح نمدها لكم باش يخرج لكم الكروكي تاعكم هشيش. هنا خياتي بعد ما نكمل نخلط مليح الزيت هذه، قلت لكم ماشي ضروري تخلطوا مليح يعني فقط تدخلوا المكونات مع بعضها. هنا راح نضيفوا مبشور الليمون، يعني راح نكهو الخليط تاعنا، نضيفوا عليه ملعقة كبيرة من عصير الليمون. وهنا خياتي نتحصلوا على نكهة وفي نفس الوقت واحد المذاق بسم الله ما شاء الله. نزيدوا ندخلوا كامل المكونات مع بعض. بعدها راح نجيب لكم المكون السري اللي راح يمدلوا مذاق بزاف شباب الكروكي تاعنا، واللي هو فلو بذوق الفانيليا. راح ندير 2 ملاعق كبار من فلو فانيليا. انا خياتي 2 ملاعق كبار يكفيو. لهنا راح يمدلو لون ويمدلو ذوق وحتى يمدلو قوام بزاف شباب. ونكملوا نخلطوا الخليط تاعنا. هنا خياتي بالنسبه للون الكروكي هذاك الذهبي الشباب اللي يبان دائما في الكروكي ويمدلو وجه الشباب، راح نضيفوا له ملعقه كبيره من العسل اللي متوفر عندكم، يعني تقدروا تصنعوا منزلي ولا اللي يتباع، يعني المهم عسل عادي. راح نضيفه ملعقة كبيرة، هو اللي راح يمدلو هذاك اللون الشباب. والمرحلة الأساسية في هذا الكروكي راح نميكسيوه جيدا. وهنا خياتي بعد ما تميكسيوه جيدا صدقوني راح يجي الكروكي تاعكم خفيف مقرمش بنين وهشيش، يعني تحسوه مهوي. هنايا راح نميكسيو مليح حتى يذوبوا كامل المكونات وينخلطوا مليح كما وضحت لكم في اول الفيديو. يعني تخلط من الاول راح يكون حاجه خفيفه، يعني ما تمدوش كامل الجهد تاعكم. في المرحله هذه تاع الميكسور راح تميكسيوه مليح حتى تشوفوا بلي الخليط تاعكم ولا املس. هنا خياتي بعدها راح نبدا نضيف الفرينه بالتدريج. أنا كنت درت الكأس الأول، ضفت عليه 2 أكياس من خميرة الحلويات يعني 20 جرام، وضفت الكأس الثاني ونبدأ ندخل الفرينة بالتدريج. هنا راح نورد لكم الفرينة الكمية اللي استعملت لها وانتم على حسب نوعية الفرينة اللي عندكم. في الأول درت 2 كيسان فرينة، وبعدها زدت 2 كيسان واحد أخرين يعني 4 كيسان، ونبقى نلم. بالنسبة للقوام تاع العجينة تجي تتلاصق في اليدين طرية وفي نفس الوقت شادة روحها، يعني ما تكونش ناشفه مليح باش ما يجيكمش يابس، وما تكونش طريه مليح باش ما يخسرلكمش. انا ضفت الكاس الخامس، وبهذا الكاس راح نكمل نلم العجينه تاعنا. وفي الاخير ضفت فقط رشات باش نسلك يعني نحي كامل هذوك الحواف. يعني ضفت 5 كيسان فرينة وملعقة على الأقل باش نلم كامل هذوك الأطراف. وشوفوا القوام تاع العجينة كيفاش يجي شدة روحها وفي نفس الوقت تتلاصق. هنا على سطح العمل راح نجيب صينية ندهنوها بالزيت، وفي نفس الوقت راح ندهنوا اليد تاعنا، يعني ضروري في هذه المرحلة تدهنوا اليد تاعكم باش تجيكم سهلة. هنا من الأحسن ما تستعملوش كامل الفرينة، ما حبيناش نشفوا العجينة ويجيكم يابس، يعني ضروري
تستعملوا الزيت في كامل المراحل باش تحصلوا على عجينه تكون طريه. انا خياتي راح نستعين دائما بالزيت، راني مشمخه يديا، راح ندير هكذا بهذه الطريقه على شكل حربوش. بعدها راح نجيب الصينيه تاعنا راح ندهنها كامل بالزيت ونحط الحربوش تاعنا بكل سهوله، يعني طريقه جد سهله. بالنسبه للصينيه تاعي كبيره، يعني راح ندير 3 قطع هذو كامل في واحد الصينيه. راح نزيد نكمل العجينه الثانيه. هنا خياتي انا قسمتها عيني ميزاني، نتوما حبيتوا توزنوا وتجيبوهم كامل كيف كيف لكم الاختيار، يعني نتوما عندكم ميزانكم وديروا الحبيبات كامل كيف كيف. انا درت الحربوش الثاني وراح ندير الحربوش الثالث. شوفوا العجينه عندها واحد اللون، واحد الذوق، واحد الخفه، يعني صدقوني تقدروا ديروا بها حتى حلوه الطابع ويجي الشكل تاعها بزاف بزاف شباب. انا خياتي راح نستوي الحربوش تاعنا بهذه الطريقه، ودائما راح نسقموها مليح باش يجي الشكل تاعو بزاف شباب. بعد ما نستويه هكذا راح نضغط عليه باش نمدولو الشكل. هنا الضغطه تكون خفيفه، يعني ما نبلاطيوهش مليح باش ما يجيناش رقيق، يعني نحوسو يجينا شويه عالي ومنفخ. راح نستويولو كامل الحواف بلا كوبات هكذا باش يجي الشكل تاعهم بزاف شباب، وكذلك على الاطراف باش يمدلنا كامل شكل شباب. راح نكمل كامل الحبيبه تاعنا بنفس الشيء، يعني راح نضغطوا عليهم ونمدلهم شكل شباب ونستويهم بلاكوبات هكذا باش يجي الكروكي تاعنا شباب. بعدها راح نجيبوا الصفار بيضة اللي كنا خليناها من قبل. بالنسبة للتزيين يبقى اختياري، انا يا واحد فضلت نديره بالكاوكاو افيلي، يعني نتوما حبيتوا ديروه كم بوحد التزيين، حبيتوا ديروه بالشوكولا، حبيتوا ديروه يعني اذا كنتوا ناويين ديروه بالشوكولا يعني بلا ما تكامل تزينوه فقط هكذا وديروه يطيب كي تخرج من الكوشه وكلاصيوه بالشوكولا. قلت لكم انا في الاول صفار هذاك بيضه دهنت وحده ودرت له كاوكاو افيلي، بعدها راح جبت قهوه وضفتها على صفار بيضه باش نمد لنا هذاك اللون الشباب اللي يجي في الكروك، يعني هذيك اللمعه. راح ندهن كامل الحبيبه تاعنا بهذه الطريقه. هي من الاحسن ديروا 2 طبقات، يعني تدهنوه مره بعدها خلوه حتى قريب ينشف وزيدوا تدهنوه المره الثانيه باش تحصلوا على هذيك الطبقه اللي تجي ذهبيه من فوق. انا درت هذه الطريقه يعني حتى كملت كامل هذيك الصفار بيضاء. بعدها راح نجيب شوكه يعني فرشيطه وراح ندير هذا الشكل. شوفوا هذه درتها عاديه يعني جبتها من تحت للفوق وما تنساوش الاطراف، بعدها جبتها بهذه الطريقه يعني تعكسوا الخطوط. الثانية درتها على شكل خطوط مزخرفة بهذه الطريقة، وكذلك راح نعكسوا الخطوط. يعني نتوما التزيين اللي متوفر عندكم في البيت، واذا ماشي متوفر ديروا كان هذه الطريقة السهلة والتقليدية والبسيطة. ندخلوه على 160 درجة كي يدي التحميرة الذهبية راح نخرجوه مباشرة. انا خياتي ان بعد ما طاب لي الكروكي زيت شعلته من الفوق وباش نديرو هذا التحميره. الحاجه المهمه والاساسيه والسر الرئيسي انكم تطيبوا الكروكي تاعكم في الرف الاعلى كامل، يعني ما تهبطوش حتى للتحت قدام النار، يعني تخلوه كامل في الاعلى وتخلوه يطيب يعني من بعيد على نار قليله وخلوه يرتفع ويطيب في غرضه. هذه حاجة مهمة، تتحصلوا على كروكي منفخ وفيه هذيك الهشاشة من الداخل. صدقوني هذا الكروكي فيه وحد الهشاشة وحد القرمشة وحد المذاق، لا ما شاء الله. صدقوني إذا جربتوا هذه الوصفة راح تنبهروا بالذوق تاعو والشكل تاعو وحتى في القوام تاعو. وصفة اليوم سهلة اقتصادية وبسم الله ما شاء الله، نتمنى تجربوها لأنه أروع وصفة كروكي ممكن تجربوه بمذاق ولا أروع بخفة وقرمشة بسم الله ما شاء الله. مشاهدة ممتعة للفيديو، نتمنى تدعموني في هذا الفيديو بجام وبارتاج. ربي يفرحكم، دمتم في رعاية الله وحفظه.